الظن وعاقبوه على اساءة الظن. يعني عاقبوا كهربا والنادي الاهلي على اساءة الظن ان هو حطه صح. يعني طبعا كلنا فاهمين هم قصدهم ايه، والله اعلم بنية كهربا، ما نقدرش نحكم على نية كهربا. يمكن جماهير النادي الاهلي ممكن تكون ليها نية وكهربا يكون له نية تانية. ده لو فرضنا وفعلا قالوا كلمة حطه صح مش عقده صح، تمام؟ في الاول وفي الاخر ده اسمه كلام، في الاول وفي الاخر ده اسمه كلام، اسمه هتاف. وياما حصل هتافات من لعيبه نادي الزمالك وشيكابالا مخله ومسيئه ومشينه لجماهير النادي الاهلي ولاعبته وكيان النادي الاهلي ورموزه، وعدت الحكايه ومفيش حد علق ولا الاعلام العار علق واتكلم. زي بالظبط ما الفجعه اللي حصلت دي حصلت ومفيش حد اتكلم ومفيش حد علق غير جماهير النادي الاهلي. امثال كده، يعني الناس اللي بتطلع تعمل فيديوهات وتعبر عن اصطف كبير من جماهير النادي الاهلي لسان حالهم. يعني انا بتكلم لسان حال اهلاويه كتير عايزين يطلعوا يقولوا الكلام اللي انا طالع اقوله حالا دلوقتي. والصوره اللي انا هعرضها لحضراتكم صوره لاعيبه نادي الزمالك وهي بتحتفل بهدف سيف الجزيري في نادي الاتحاد. طبعا يعني يمكن حد فيكم يكون سمع او حد قال له لعيبه وما كانش مصدق. يعني اللي سمع وما كانش مصدق اتفرج على الصوره. شايفين نبيل دونجا وهو بيحتفل مع احمد سيد زيزو. شايفين الاحتفال يا جماعه؟ شايفين كميه الاحتفال؟ هو احنا فين؟ هو احنا ايه؟ هو احنا ليه وصلنا لكده؟ هي دي كوره؟ ملعون ابو دي كوره، ملعون ابو دي كوره، وملعون ابو ده هدف عار، لان احتفاله بوظ المباراه كلها. حدث مشين في تاريخ الدوري المصري. هذا الحدث لو صنف هيبقى رقم 1 في الإشانة وعدم المسؤولية واللامبالاة وقلة الأدب والعيب. محدش قال له عيب. يعني شكل حضرتك هيكون ايه قدام زوجتك واولادك لما يشوفوا منظر زي ده؟ يعني شكل حضرتك انا مش عارف. هو كده عادي؟ لو كده عادي ماشي، لو كده عادي ماشي. يعني انا اي حد من حقه ان هو يرفع دعوة قضائية على هذا المنظر المشين وياخد حقه بمعنى اصح، لان مش هياخد حقه لوحده، هياخد حق ملايين المصريين بتتفرج عبر الشاشات. لان المنظر ده منظر فاضح ومفيش حد علق عليه ومفيش حد اتكلم ولا طلع قال لك كاني ولا ماني زي ما بيحصل وزي ما حصل.